هل ممكن يكون في مكان بيجذب قوى الشر؟ بتبدأ قصة الكتاب بواحد اسمه جادو، وجادو دوت تقدروا تقولوا المريض النفسي اللي ممكن يعمل أي حاجة خطر ممكن تتخيلها، وبيصحى بالليل وبيقرر إن هو نفسه يقتل قوي، فبيروح أقرب محطة مترو لبيته وبيقرر إن هو هيراقب الناس هناك. جادو وقف وسط الزحمة وقعد يفكر قد إيه الناس دول قاعدين مش حاسين إن هو قريب قوي هيعيشهم في رعب. بدأ جادو يلاحظ 6 أشخاص واقفين قدامه، أب وبنته وزوجه ومراته وولد كان واقف بيسمع أغاني ومستني القطر، وبنت جميلة جدا. الحقيقة إن جادو مختارش الناس ديت بناء عن أي حاجة إلا إن هو حظهم وحش ووقفوا قدامه. جادو فضل مستني اللحظة المناسبة اللي أول ما سمع صوت إعلان إن المترو داخل المحطة فتح إيديه الاتنين وزق ال6 أشخاص دول تحت القطر. بس طبعا لو عايزين تعرفوا أكتر عن أحداث القصة دي هتلاقوها في كتاب وقريبا سيحل الظلام للكاتب خالد أمين، واللي مش هتندم أبدا إن انت قريت الرواية دي.